جايب لك النهاردة الجهاز اللي قالب الدنيا وبيقولوا انه بينافس في فئة الفلاجشيب، بس بالنسبة لسعره هيبقى حاجة جامدة قوي في السوق. جبت لك الوحش اونر 400 برو. يلا بينا نشوف هل هيقدر ينافس ولا لا. نروح لأول حاجة هتاخد بالك منها وهي التصميم والشاشة. الموبايل بيجي بتصميم كويس، الجسم مصنوع من البلاستيك ومسكته في الإيد مريحة، ووزنه حوالي 205 جرام. أما الشاشة بقى أوليد بحجم 6.7 بوصة بدقة 2700 في 1224 بكسل بمعدل تحديث رايق قوي 120 هرتز. كده أبدأ أقولك إن الموبايل مش نازل يهزر. وخد التقيلة بقى، الشاشة بتوصل لسطوع 5000 شمعة، حاجة رايقة من الآخر. وكمان الموبايل حاصل على شهادة IP69 لمقاومة الغبار والمية. نيجي للأداء والمعالج بقى، وبصراحة الموبايل جاي بمعالج جبار. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 8 جين 3 مع 12 جيجا رام، 512 مساحة تخزين. عاوز أقولك إن الأداء سلس وسريع قوي بصراحة، سواء في التصفح أو الألعاب التقيلة. ومش نسيك وعامل لك في آخر الفيديو تجربة بابجي على الجهاز. والموبايل جاي بواجهة ماجيك OS 9، وأونر وعدت بتحديثات لمدة 6 سنين. وانا بصراحة كنت فاكر ان الكاميرا هتخيش منهم، بس بصراحة الجهاز فيه كاميرا عملاقة. الجهاز بيجي ب3 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل ومش محتاج أتكلم على الأداء كده كده، والتانية تليفوتو بدقة 50 ميجا بكسل بزوم بصري 3x، وكاميرا أخيرة ألترا وايد 12 ميجا بكسل. والكاميرا الأمامية مميزة، وأنا شايف إنها بتتفوق على أجهزة كتير من نفس الفئة ويمكن أعلى كمان. بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل، بتطلع صور بتفاصيل ممتازة وجودة الفيديوهات رايقة قوي. وكمان الموبايل فيه ميزة AI بتحول الصور لفيديوهات بتقنية جوجل فيو 2. نيجي للبطارية، وأنا بصراحة متفاجئ. البطارية هنا عملاقة بمعنى الكلمة، 6000 ملي أمبير، ومعاها شحن سريع بسرعة 100 واط، يعني هيشحن من 0% ل 100% في حوالي 30 دقيقة، وبتدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 واط. والشركة ضافت شوية ميزات متقدمة من ال AI زي الماجيك بورتال وسيركل تو سيرش وجوجل فيو 2 اللي لسه متكلمين عليها. والواجهة مستوحاة من iOS. مش حابب الحاجة دي بس الأغلبية قالوا كده. وأخيرا الجزء اللي الكل مستنيه، أداء الموبايل في بابجي. الموبايل بيقدم أداء عالي قوي بصراحة، بيشتغل بابجي 120 فريم ألترا إكستريم، جرافيك خرافي بصراحة. وبكده أكون عرفتك كل حاجة ممكن تكون محتاج تعرفها. الموبايل لسه ما نزلش مصر، لكن سعره متوقع يكون حوالي 35,000. وبصراحة أنا شايف إن بالنسبة للأداء فهو يستاهل بجدارة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديو الجاي، واكتب لي في التعليقات عاوز جهاز إيه. سلام.